السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت الفطير المشلتت الكذاب. ايوه، انا سميته كده، هو كذاب وخداع كمان، علشان هنعرف كده في الوصفه واحنا شغالين في الوصفه باذن الله. جميله ومورقه ونفس الفطيره ونفس طعمها وما اختلفش والله سنتي واحد بس، نفس التوريق واي حشو تفضلوه وتحبوه. هنجيب بولة هنحط فيها معلقتين كبار من الزبادي وزيهم من القشطة ونص كوباية من السمنة ونص معلقة صغيرة من بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من السكر. هيفرق جدا جدا في الطعم. صينية مدهونة بزيت وسمنة وفردت أول جلاشية. ايه ده، جلاش؟ فعلا هو جلاش، عشان كده سميناه فطير مشلتت خداع، علشان هو فعلا نفس طعم الفطير ونفس التوريق ونفس الإمكانية وهي كل حاجة. بصوا، أنا كان عندي هنعمل بين الطبقة والتانية طبعا هندهنها كويس، وكان عندي كفتة حاتي وناجتس في الفريزر، قليتهم وقطعتهم. بصوا، ما خدتش معايا ربع ساعة حقيقي. جهزت القمر ده فلفل مقطع حراق وبارد، اي حاجة موجودة، لانشون، جبنة رومي. بصوا، ما توقفوش، اي حشو موجود عندنا نحطه. حطيت رش من الفلفل الاسود ورشه ملح ورشه من الدقه الجميله اللي عملناها مع بعض وكاتشب. بصوا الاطراف انا هجمعها مع بعضيها كده واحطها وادهنها كويس جدا جدا يا جماعه، ما ننساش الاطراف ندهنها كويس عشان تورق معانا وتبقى في منتهى اللذاذه. هجيب اول واحده واحطها كده بالجمال ده واسيب الاطراف برضو، وما ننساش واحنا ندهن الاطراف معاها، ما ننساش الاطراف يا جماعه. هنحط اول واحدة زي ما انتوا شايفين ونكمل باقي الكمية لغاية ما نوصل لاخر واحدة. بصوا بصوا بصوا، شايفين الجمال؟ بالظبط، لميت كل الاطراف وهبتدي ادهنها كويس واكون مخلية واحدة على جنب، وهننسى نخلي اخر واحدة على جنب. بصوا، دهنتها كويس وابتدي احطها كده اخر واحدة. وشايفين ايدي بتعمل ايه؟ ايوه، بدخلها كده واظبطها لغاية ما اعملها فطيرة. طلعها من الفرن يا جماعة، يا لهوي، نفس والله هو الفطير المشلتت حبيبنا اللي بنشتريه من بره، من غير بقى لا فرد ولا نتعب ايدينا ولا نفسنا، واي حشوة موجودة. بصوا بصوا، هعد معاكم الطبقات من هنا لبكرة، طبقات وتوريقات. بصوا، هو الفطير المشلتت بعينه والله، نفس الطعم ونفس التوريق ونفس الجمال. عايزين نحشيه ماشي، مش عايزين نحشيه ناكله بعسل وجبنة قديمة وقشطة، هيبقى فعلا قشطة قشطة. لو جربوه، لو عجبكم، اشتراك وسبسكرايب للقناة.